السلام عليكم. اليوم غنقدم معكم واحد الطبق ديال اللوبيا بالمجبنه. راه كلشي كيدير اللوبيا، ولكن هذا درت فيها انا ديك المجبنه، درتو بطريقه مختلفه. درت فيه المجبنه، درتو للغدا ديالنا وقلت نشاركو معكم، ونتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم وتجربوه. ودابا غندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال تحضير هاد اللوبيا. على بركه الله ندوزو للمقادير. عندنا نص كيلو ديال اللوبيا كنبيتوها في الماء سخون، وكنديروها في واحد الترموس باش تتصبح منفوخه. ولا درتيها في الترموس راه كتصبح بحال طيبتيها، كتكون كلها مفتكه، كلها مفرتته بسميتو، تتكون بحال طيبتيها، بحال سلقتيها. وندوزو لواحد شويه ديال المجبنه. عندنا واحد الطرف ديال المجبنه كتجي فيها زوينه، جربوها. وعندنا كاس ديال الزيت البلديه ها هو. وعندنا واحد مطيشه محكوكه طيبه مزيان ومحكوكه. وعندنا واحد 2 معالق ديال القزبور ومعدنوس. عندنا شويه ديال الحريف مقطع رقيق كيجي فيها زوين، جربوه. وعندنا واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك. وعندنا معلقه صغيره ديال الثومه محكوكه. وعندنا التوابل، عندي معلقه ديال القزبور اليابس، عندي معلقه ديال شكنجبير، معلقه صغار، كلهم صغار هاد المعالق. وعندي معلقه ديال البيض بزار، وعندي معلقه ديال الخرقوم البلدي، وعندي معلقه ديال التحميره، ومعلقه الكمون. الكمون راه كيجي في اللوبيا زوين، كيجيبها النسمه فيها زوينه. وندوزو ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه ديال هاد اللوبيا. هنا بسم الله غنسبقوا بالزيت، وغنديروا الثومه. حيت اللوبيا كتبغي الثومه مزيان. وغندير البصله، الحريف، حرك. وغندير مطيشه. وهنا غندير المجبنه. هاد المجبنه راه ما درتش الملحه، حيت هي اصلا فيها الملحه. ما تزيدوش الملحه حتى تشوفوا المذاق. لا تزيد مالحه، عاد كنزيدو شويه الملحه. الا كانت هي هذيك ما كنزيدوش الملحه، كنخليها شويه تشحر. وغندير التوابل، نخليها تشحر شويه. هاد المجبنه راه كتجي بها اللوبيا زوينه بحال القديد، هي كتكون شويه مختلفه على القديد. على القديد كتكون مختلفه. وهنا راه زدت معلقه ديال مطيشه الحب. غنزيدو اللوبيا، ونحرك. نزيدو الماء على قد، ما نكثروش الماء باش تجي اللي طيبات الماء، ما نكثروش، بحال 2 كيسان 3 كيسان الماء. من بعد ما تشحرت اللوبيا غنزيدها كاس ديال الماء، فيه نص لتر ديال الماء. نحرك واحد شويه. من بعد ما زدت الماء كاس تيعبر نص لتر ديال الماء، نزيد شويه ديال القزبور ومعدنوس، ونحرك صافي. وكنخليها تطيب. وهنا غنسد على الكوكوت ونرجع معكم من بعد ما طيب اللوبيا. من بعد ما طابت لينا اللوبيا كنزيدوها شويه القزبور ومعدنوس، وكنطفيو عليها، وكنخليوها حتى تشرب الماء. كتبقى غير هكا في الماء ديالها، ديك الدعميره ديالها. ونتلاقاو ان شاء الله في طاوله التقديم. وهذا هو الطبق اللي وجدت معكم ديال اللوبيا بالمجبنه. نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وتشاركوه مع احبابكم. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الكومونتيرات ديالكم، كيزيدوني يشجعوني باش نزيدكم ان شاء الله في وصفات جديده.
وان شاء الله الى وصفات جديده مع شهوات كلثوم المغربيه.